صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه بالمقاله زي السفر. هاتي بقى لتر حليب او هاتي كوبايتين من الحليب وكمليهم كوبايتين من الميه، وتعالوا نعمل حاجه حلوه هتعجبهم قوي. انا عندي 4 كوبايات من الحليب، وهحط عليهم 4 معالق من النشا او الكورن فلاور او المايزينا. انا كنت معايرهم لان هم اخر شويه عندي. تمام. وهحط كمان ايه، بص دي عباره عن ايه، الصوبيا. جربي تحطي اضافه الصوبيا دي معلقه كده فيه، بصي بتقلب الدنيا خالص. عايزه اقول لك يا معلقه صوبيا يا معلقه كريم شانتيه بتخلي بقى المهلبيه بتاعتك في حته تانية خالص. بس كده. وحطي بقى السكر اللي انت عايزاه وقلبي الجمال والقمر ده. تعالوا نرفعه على النار. وادي المهلبيه القمر بقى بتاعتنا. عايزه اقول لكم مختلفه تماما 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 لما تحطي معلقه زي ما قلت لك يا سحلب يا اما كريم شانتيه يا اما معلقه اسمها ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه اللي بنشربها. المهم يعني حاجه من الثلاثه. عايزه اقول لك بتفرق. جبنا بقى كنافه، نص كيلو كنافه، اديته معلقه من السمنه معلقتين سكر وحمرتهم في الفرن. تمام. وتعالوا بقى ننزل بمهلبيه عليهم. على فكره سقيتهم سيرب بس مش كتير، معلقتين 2 كده. بعد ما نزلنا الكميه كلها وسيبناها تهدى سيكه كده، تمام. ممكن ما تسهرش بالسيرب على فكره، لان اصلا اوريدي انت حاطه في المهلبيه سكر. جبت بقى المانجيه اللي انت مخبيها في قلب الفريزر دي، وطلعيها قطعيها مكعبات كده، وابدأي بقى رشيها على الوش كده. وممكن بالفرشه بعد ما تخلصي معلقه سيرب كده برضو تقومي حطاها عليها، فاهماني؟ عشان بس ايه، لو فضلت في التلاجة ما تغيرش. يعني دي حاجه شبيهه للقنبله كده. في القنبله اللي بشيء وشويه. طب على ايه، اعمليها اللولات في البيت. بعد ما اخلص اديك معلقه من السيرب، تمام، وارش على وش المانجا كده، بحيث لو فضلت في التلاجة اخلص بس الكميه وارجع لها. وادي بقى الطاجن القمر، بسم الله اللهم بارك يا رب اللهم بارك. رشيت بقى شويه من السوداني، حابه تحطي مكسرات. بصوا ما شاء الله الكميه عامله ازاي. عايزه اقول لك غرقان. انا مش عاملاها طبقات، انا عايزاها كده تبقى عامله زي القنبله، غرقان في الصوص القمر ده. ريحه يا جماعه اللهم صل على النبي الصوبيا. بصوا بتنقل الموضوع لحته تانية خالص. زي بقى بحتة جريز كده سوداني، اي حاجه. اتمنى انتوا تجربوا الطريقه، سهله وبسيطه، ولا تكلفي نفسك اكتر من اللازم. هي منجايه ومعلش